في مواقف بتتحفر في القلوب ومواقف بتفضح اللي جوه القلوب. في إنسان بيرحم حتى لو محدش شايفه، وفي إنسان بيتجرد من الإنسانية حتى لو تحت الكاميرات. النهاردة هنتكلم عن قصتين عكس بعض تمام، قصة كلها رحمة وإنسانية، قصة كلها قسوة وما فيهاش أبدا إنسانية. قصة ودول الاتنين حصلوا حقيقي وحصلوا بالفعل. القصة الأولى، كان في ممثل أمريكي كان عنده كلب بس بيموت بالبطيء لأنه كان مريض بمرض السرطان. بس ما كانش الحاجة الوحيدة اللي كانت بتهون على الكلب إنه يبقى جوه في المية. الممثل ده كان بياخد الكلب يشيله في حضنه وينزل بيه المية ويقعد بيه ساعات بس علشان الكلب يستريح، بيطبطب عليه وهو شايله في حضنه. لا استنى مقابل ولا طلب إن حد يشكره أو طلب شكر. القصة التانية، في شخص سافر أمريكا وهو في المطار. طبعا في المطارات بتبقى فيه كلاب على أساس مثلا لو تشوف في حاجات ممنوعات كده أو سلع ممنوعة. فشاف الكلب، عمل ايه بقى الراجل اللي نزل أمريكا المصري؟ ضرب الكلب برجله لدرجة إن الكلب طار. ليه كده؟ متعرفش. انت تعرف الكلب هو جه عندك؟ أبدا. طب لو انت معاك حاجات ممنوعة، طب انت جيت ازاي يعني؟ متعرفش، بس هو عمل كده. إنسان ده مش ما ينفعش الواحد يقول عليه إنسان. إنسان مجرد من الإنسانية أصلا، ما عندوش رحمة. اتقبض عليه طبعا في المطار. آه فوت واتحول للقاضي، والقاضي طلب منه إن هو يدفع بقى 840 دولار علاج للكلب، وترحل في نفس اليوم، واتمنع نهائيا من دخول أمريكا. ده يعني أبسط حاجة، ده يعني لا أبسط حاجة يعملوها. الفرق بين الاتنين مش جنسية ولا دين ولا شهرة. الفرق بينهم هي الرحمة. واحد شال كلبه علشان يرحمه من الوجع والألم، والتاني ضرب الكلب برجله. ورغم ان الكلب لا يعرف الكلب ولا الكلب يعرفه، ما يعرفوش. رسالة النهاردة بتقول لكل شخص: اللي يرحم كائن ضعيف ربنا يرحمه، واللي بيظلم أو يقسى حتى لو كان على حيوان هيتحاسب في الدنيا قبل الآخرة. الرحمة مش كلمة بتتقال، الرحمة تصرف، مش محتاجة كاميرا ولا محتاجة شهرة. هي محتاجة بس قلب صاحي وإنسان ما ماتش في جواه الضمير. أتمنى لكم من قلبي كل خير وسلام وسعادة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديوهات تانية كتير. باي باي.